في حديث هادئ جدا عن مستقبل الكرة المصرية. ابقوا معنا ولكن بعد الفاصل. كنت مرافق الكابتن احمد شاكر في لحظاته الاخيره، احكي لنا تفاصيل اللي حصل بالظبط. هو فجأة، هو الكابتن احمد انت عارف ان هو دائما على سفر ودائما على سهر ودائما بيبذل مجهود كبير. هو فجأة يوم الخميس تعب الساعة 2 الظهر ونام مستشفى في المنصورة. استلزم ان احنا نعمل له اشعات وتحاليل وقسطرة على القلب وعلى الشرايين، وخد الكابتن عزمي السي دي وطلع بيه على الدكتور مجدي يعقوب على الدكتور طارق حلمي. لكن القدر لم يمهلنا، يعني هو عمل العملية والحمد لله وكل حاجة وطلع على رجليه وزي الفل وكل حاجة، ولكن القدر لم يمهلنا ان احنا نعمل له عملية القلب المفتوح في القاهرة. كان ميعاده النهارده امبارح انه يسافر القاهرة، لكن كان تعب. لكن هو القدر، والله يرحمه كابتن احمد، شخصية محترمة وشخصية عظيمة. احنا فقدنا عنصر كبير جدا وعنصر فعال في كرة القدم مش ممكن يتعوض بسرعة. الله يرحمه ويحسن إليه. بننعي أنفسنا، يعني أحمد شاكر ده أخ عزيز وصديق عمر من زمان جدا، وعلاقة جميلة من السبعينات. أنا لغاية دلوقتي مش مصدق والله. لما ربنا بيجي الأجل احنا ما بنقدرش، لكن أنا بقول إن اللي أنا شفته النهاردة يا ريت الإنسان يلاقي كل المحبة دي وهو عايش وهو بيموت. أحمد شاكر بصمة في كرة القدم، في الطيبة وفي الأخلاق. أنا شايف ناس كبار بيقولوا ظهرنا اتقسم، شايف ناس كبار بتعيط بتقول مين بعد منك هيلمنا. فقدنا أحد أركان الرياضة في مصر، فقدنا رجل صاحب خبرة كروية عالية جدا، فقدنا أحمد شاكر الخلوق المؤدب. خسرنا رمز من رموز الكرة المصرية. الناس كلها بتحبه والناس كلها يعني زعلانه عشانه، ويعني تشوف الجنازه بتاعته كانت عامله ازاي، وشوف الناس كلها جايه من الدنيا. يعني ربنا يرحمه. احنا جاي بقدم لصوته عزاء نادي الزمالك الاستاذ ممدوح عباس ومجلس الاداره. الحقيقه يعني كان نفسه يكون موجود، ولكن ظروفه الصحيه يمكن منعته ان هو يجي، لكن بنقول لاهله يعني ربنا يصبرهم وربنا يدخلهم في فسيح جناته. البقاء لله. فعلا الداخليه خسرت مش نجم وبس، كيان كبير في مجال الرياضه. احمد الله يرحمه كان بصرف النظر عن النجوميه كانت علاقاته طيبه جدا وعلاقاته عاليه مع كل فرد في المجال في الداخليه، ويمكن مش في الداخليه وبس، يمكن في انحاء الجمهوريه. احمد شاكر ده من الشخصيات اللي ما حدش ينساها. احمد شاكر تزاملنا اكتر من 40 سنه، انسان بمعنى الكلمه. يعني انا اقول لك طول عمره عايش لاصحابه وعايش للناس، ربنا يرحمه، لان هو اللي كان بيلمنا. وهو انت عارف الزهره بتاعتنا، الورده بتاعتنا احمد شاكر. والله الواحد مش متخيل، بس مش اللي انا عايز اقوله بقى، يعني الله يرحمه وربنا كده يطرح البركه في محمد ابنه وفي رنا، وربنا يعني يتولاه برحمته، لان احمد علامه في الرياضه وفي الكوره وفي الانسانيه وفي كل حاجه. احمد شاكر قدوه للناس كلها مش للمنصوره. احمد شاكر ذكرى عطره للكره المصريه والرياضه المصريه، والنهارده الدليل حب الناس موجود في هذا العزاء، لان احمد اكبر من الكلمات. واحمد لما نتكلم عليه بنتكلم على الجيل الذهبي للمنصوره. كنت بكلمه قبل الوفاه بيوم، ويعني سبحان الله انه اراد ربنا ان انا اسمع صوته، واتكلمنا واخر كلمه قالها لي ادعي لي.
فانا بقول له مصر كلها بتدعي له، وربنا يعوض علينا وعلى المنصوره وعلى مصر